قبة مسجد في العالم، وقد تم تركيب الألواح المزخرفة حول محيطها الداخلي، وبعد فترة قصيرة سيتم تركيبها في أعلى القبة. سفيان صالح هو المقاول المسؤول عن توفير الأسقف الداخلية وألواح الديكور المزخرفة. رغم أننا استخدمنا التقنية العالية وتكنولوجيا المعلومات وأفضل البرمجيات والآليات، إلا أنه كان علينا العودة للأساسيات للحرفيين المهرة. كان الفنانون مغاربة، وهم الذين أبدعوا التصاميم الجبسية والقوالب التي صنعت منها الزخارف الجبسية المعززة بالزجاج، وبالتالي فالتصاميم والأفكار والديكورات كانت كلها من إبداع فنانين مغاربة. إنه عمل متوارث عبر الأجيال، وهم ينحتونه باليد ويكرسون له حياتهم ليبرز بهذا الإتقان والجمال. استعنا بهؤلاء الناس لعمل النقوش الأساسية التي تم تحويلها لمعلومات إلكترونية، واستخدمنا آلات النحت العاملة بالأشعة، حتى انتهى بنا المطاف بهذه الروائع الفنية المنحوتة التي تحافظ في نفس الوقت على الفن اليدوي الأساسي.